الشغله الوحيده اللي صارت انه اكو اصدقاء اني دائما احكي وياهم. عندي اصدقاء يعني يلي هن من أواصل. الطفوله يمكن. مو لا، القضيه انه كنت اتواصل معاهم دائما يعني قبل البرنامج. بعد البرنامج هسه قلت التواصلات مع اصدقائي كلهم، لانه السبب لانه تدرين يعني انشغالات اللي اني والتحضيرات اللي اريد اسويها. هذا الشيء هم يفكرون انه انت شفت نفسك يعني. ايه صح، شفت حالك، بس انا لا، هذا الشيء والله بلشت تشوف حالك علينا. لا بالعكس، انا ما افكر بهالمواضيع. انا انسان ما افكر بهالشيء يعني قضيه اشوف نفسي وهاي المواضيع شيء. طيب الحمد لله، نحن حابينك مثل ما انت وهالجيش كله تيكون لاحق يعني حبك مثل ما انت. الحمد لله. الجيش بده يسمع تركي وبده يسمع غنيتك الجديده كمان، ونحن مع الجيش بس لك يعني مع الجيش السيموري. بالنسبه لغنيتي الجديده ايه باللبناني غنيتي. حلو كثير. انا جاي بدي اسالك عن اللهجات. هلا بدنا نحكي عن اللهجات لحالها. خلينا نروح على القاهره، بدنا نروح مع اتصال وبنرجع بنغني من بعدها مع عبد الوهاب. اهلا وسهلا عبد الوهاب. اهلين، كيف حالك يا احلى؟ كيفك يا عبد الوهاب؟ مشتاقين لك. نحكي لبناني. وانا كمان مشتاق لكم اكيد، وليكي والطما وكل الناس الحلوه اللي بحبهم. الله يخليك، يا هلا فيك عبد الوهاب. ميرسي، كلك ذوق لك. انا مش هقول لك يعني يمكن احلى مسا اقول لكم عليه، اقول لكم مسا الحب والشوق زي ما انا متعود، لان انتم قلوبكم وعيونكم واحساسكم وكلامكم ووجودكم كله حب الحب. شكرا لك يا عبد الوهاب. سيمور كله قدامك، شو حابب تساله؟ شو حابب توجه له؟ شو حابب تقول له؟ لا انا اقول له يعني انا بالنسبه لي انا بحبه لسببين. احساسه هادي جميل، وبعدين اسمه الثاني انا متفق معاه فيه، هو سيمور جلال وانا عبد الوهاب جلال. انا طبعا اول موسيقار تاثرت فيه هو محمد عبد الوهاب يعني. ايه طبعا، فذكرتني بيها هسه انت. ذكرك فيها. اوكي حبيب قلبي، انت زي ما بقول انا بتمنى لك التوفيق. يمكن انا ما كنتش متابع للمسابقه، بس زي ما بقول صوتك كان مسمع، كنت بشوف لك حاجات على الفيسبوك بسمعها لك، واكيد بتمنى لك النجاح من كل قلبي. بس انا شفتك يعني انت لسه مغني لعبد الحليم سواح، وقلتها باسلوب حلو خالص بتوزيعك انت بقى. الله يخليك. واحساسك سمعتها فكانت حلوه منك جدا. بس معلش انا هطول معاك في قصه عبد الحليم، وتغني لي كمان اغنيه لعبد الحليم اهداء خاص يعني. لو ممكن تغني اغنيه بحلم بيك او معاك البيانو، لو قلت انا لك على طول هتبقى حكايه كمان. الله يخليك، انا بهديها بشكل خاص، اهداء خاص لشمس الحب مريم من الزرقاء. احنا زي ما بقول انا بهدي لها حاجه زي كده، وهي بتحب عبد الحليم والغاده وكل المتصلين من كل مكان، وليكوا يا صبايا حلوين والليليان والورده والزريقه وكل الناس اللي بحبهم قوي قوي. واحلى حاجه اختم بيها ان انا اقول لكم بحبكم بحبكم بحبكم. نحن كمان بنحبكم كثير يا عبد الوهاب. شكرا على اتصالك يا عبد الوهاب. تسلم يعني على كل هالتحيات اللي وجههم لكل اصدقاء البرنامج سيمور، يعني عم بيتصلوا كلهم فينا. معنا اتصال جديد من ميشيغان، امير على الخط. مرحبا امير. نعم يا هلا فيك. اهلا بيك. كيف صحتك؟ كيف حالك؟ اشكرك. كيفك انت؟ نشكر الله. قد ايه مبسوط بهالجلسه مع سيمور؟ اهلا وسهلا. تفضل يا امير. اول نعم. مره بتتصل فينا؟ اهلا وسهلا. نعم اول مره اتصل. يا ميت اهلا وسهلا فيك. حابب تساله شي سؤال لسيمور او عندك اغنيه حابب تسمعها منه؟ والله احلى جلسه مع سيمور ومعاكم، والوجوه كلها حلوه وطيبه. شكرا. واحنا كثير فرحانين بيكم. الله يخليك. هيدا المطلوب. لك ذوق. تسلم. نحن بنفرح فيكم اكثر وباتصالاتكم طبعا يا امير. والله السؤال الاول، احنا كل الجاليه العراقيه والعربيه في امريكا ينتظرون سيمور جلال. عندك محبين بامريكا كلها موجوده وباستراليا الحمد لله الحمد لله، هذا شيء حلو يعني. الحمد لله، واني ان شاء الله احاول التقي بيكم. وعندنا طلب خاص من سيمور، هو بارح في اغاني محمد عبد الوهاب. نريد اغنيه لما انت ناوي سمعناها كانت كلش روعه في البرنامج، بس نريد اغنيه اخرى
يا عبد الوهاب. نعم. اوكي، تكرم عينك يا امير، تكرم عينك. مشكور على الاتصال يا امير، الف شكر لك. وكمان يعني بدنا نحاول نلبي طلبات يعني في كثير المتصلين والمعجبين كلهم. فيروز، اغاني تركيه، يعني ما عم نلحق اليوم طلبات. نغني هندي. بيقرا بك شيء امير؟ حسيته يعني على معرفه هيك شوي. عمك، ما قلنا من الاول انه عمك. اهلا وسهلا بامير، يعني لنرحب فيه زياده. يعني فرحني اتصاله صراحه. وهو عايش بامريكا، وهو دائما ينقل لي اخبار الجاليه العربيه هناك، يعني شلون انه يحاولون يشوفوني بحفلات، وان شاء الله راح التقيهم بحفلات قادمه ان شاء الله. ان شاء الله يعني بيكون لك زياره يعني بالولايات المتحده، وان شاء الله نرجع نسمعه لامير. يعني امير مش تتصل فينا بس يكون سيمور ضيفنا، ان شاء الله تنضم لنا كمان وتصير من اصدقاء البرنامج. منغني؟ براحتك. لا ما فيك تقول لا، براحتك. يعني انا عم بسال، انا اعزف عود؟ يا ريت يا ريت معنا يا ريت. شو عبالك تغني؟ فيروز، عبد الحليم، يعني طلبات كثير، طلبات كثير. الاغنيه التركيه يعني في كثير طلبات. تركي؟ تركي ولا محمد عبد الوهاب؟ زين، اللي بدك اياه. راح نسمع لهم التركي ونسمع لهم فيروز. نسمعهم ورا بعض. نسمع عبد الوهاب أيضا. اوكي، تحب عبد الوهاب؟ طبعا. نسمع تركي اللي هي Yıllardır bir özlendi, yanaktırdı bağrımda. Yıllardır bir özlemdi, yanaktırdı bağrımda. Sabrımı bir kesmişken onu gördüm karşımda. Mavi mavi besmavi, gözlerim olcuk mavi. Bir gördüm aşık oldum, şu gelen kimin yari. Mavi mavi besmavi, gözlerim olcuk mavi. Bir gördüm aşık oldum, şu gelen kimin yari. يا سيمور، يعني أغنية تركية وبس. هيدي أكيد أنت تعلمت التركي؟ لا، ككلام تركي ما أتكلم. أوكي، بس خليني أعلق على شغلة، إنه ما يزعلوا مني الأرمن، بس نحن مفروض انه نعرف لغة العدو، وانا بفهمها. فانت فاهم الكلام؟ الكلام لا فاهم، بس بعرف ما هو يتكلم، يتغزل بعيون الزرق، وعم يتساءل لمين هالصبية يعني. ايوه، يتغزل بعيونها الزرقاء يعني. نحن عيوننا سود، بس انه قبلانين تغني لنا بأي لغة، بشو ما كانت اللغة. لا بالعكس، انت العيون السود احلى بعد. احلى دايما الجمال العربي له شيء. عندنا كمان اتصال من وئام من بروكسل. مرحبا وئام. هاي، كيفك؟ مساء الخير. مساء النور، شو اخبارك؟ الحمد لله. ممكن احكي ويا سيمور؟ اكيد، سيمور كله قدامك لحما ودما. مساء الخير سيمور. مساء النور، شلونك عيني؟ شلونك؟ الله يخليك. أنا وئام من بلجيكا، يمكن تتذكرني. أهلا وسهلا بيك، منورة. تتذكرها أو لا؟ والله ما أعرف، كثير ناس ما شاء الله، ولا يعني عفوا ولا وزغرا بيك يعني، بس ما دا أتذكر. زكريا من جامعة جيش سيموري أكيد. جيش سيموري يعني. عندك جيوش وراك يا سيمور، ما في الواحد يعمل مشكل معك ابدا. لا اكيد تقريبا ما في واحد ما يحبها وما يحب صوتها، كلنا معجبين بصوتك كلش يعني. وانا احبكم والله، يعني صدق احبكم من كل قلبي، يعني احبكم جدا يعني.
يعني هذا الشيء لازم تكونوا متأكدين منه. طبعا كلنا يعني مع الاسف ما قدرنا نحصل على القناه حتى نشوفها عن مباشر. نعم. وكلهم يسلمون عليك واحد وكلهم سلمي لي عليهم، يدزوا لك حبهم وتمنياتهم لك بالنجاح والتوفيق الدائم ان شاء الله. الله يخليك، سلمي لي على كل الجيش السيموري على كل اهلك وعلى كل الاصدقاء. وان شاء الله منتظرين اغانيك الجديده ان شاء الله. اسمعوا الاغنيه الجديده يعني راح تحبوها. راح تنزل اول اغنيه؟ راح تسمعون اغنيه تحبوها ان شاء الله. اوكي، اغنيه من الاخر من الاخر هيدي بتحمسنا كثير يعني ما حرق طبعا انت كنت اسمع تغني ما في بالتركي تخبل اتجنن يعني كل صوتك يعني بكل اللهجات حلو. شكرا ما شاء الله عليك. ميرسي على اتصالك يا وئام، شكرا لك. فعلا سيمور يعني هيك شوي بدي اسال عن الاعمال، عن الشغل، عن الفن يعني بمعنى او باخر. مثل ما ذكرنا انه قبل كنا عم نحكي عن الشاعر السعودي عبد اللطيف الشيخ، هو قدم لك هديه اغنيه لك وقت كنت ببرنامج ذا فويس، فزت او ما فزت في لك اغنيه منه بالفعل. صارت او ما صارت او حديث على ورق صار؟ لا صارت وتنفذت. طبعا اول شيء اوجه تحيه للشاعر الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ. الاغنيه هي يعني خليجيه، اوكي، كلماتها طبعا كلمات الشاعر الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، والحان زيد الجيلاني ملحن سعودي، وتوزيع الاستاذ وليد فايد معروف هو الموزع المصري. وراح اغنيها ان شاء الله بالايام القادمه، وتنزل ان شاء الله يا اما بالعيد بعد رمضان، يا اما بالعيد او بعد العيد. يعني هيدي بس لنذكر المشاهدين انه هو الشاعر السعودي يعني هو اللي اعطى اغنيه لكارمن سليمان، وهي كانت من الحان محمد عبده يعني فنان العرب الكبير. طبعا هو يعطي اشعار يعني هو طبعا يعني مفيد لك التعاون مع شخصيه هيك، مع شاعر هيك يعني بيرفع من رصيدك. أكيد يضيف لي، اكيد يضيف لي. وهذا مو راح يكون هذا التعامل الوحيد، لا راح يكون اعمال كثيره معه ان شاء الله. راح عندي اعمال كثيره معه ان شاء الله راح تشوفون. وطبعا الشاعر معروف طبعا. استاذ عبد اللطيف آل الشيخ يعني يتعامل مع كل المطربين الكلاس اي يعني اللي هم كبار، محمد عبده، كاظم الساهر، ماجد المهندس، اسامي يعني ما شاء الله كبيره. ان شاء الله الاغنيه يا سيمور بتلاقي النجاح يا رب. رح ننتقل كمان لاتصال من عمان. من عمان لينا. هاي يا لينا. الو. حلو الالو. الو مرحبا. مرحبتين يا هلا لينا، كيف حالك؟ كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. انا ما عم شوف يعني القناه ما بتطلع عندي، بس حبيت اسلم على سيمور. خبروك عرفتي انه سيمور معنا؟ اكيد طبعا. انت من الجيش السيموري؟ كمان اكيد. أيوة طبعا. انا لينا راوي من الجيش السيموري. اهلا وسهلا. الله يزيدهم الله يزيدهم. تفضلي يا لينا، شو حبيت تقولي له؟ والله حبيت بس اسلم عليه ونقول له تحياتنا وحبنا الكبير له. هلا بيك، هلا فيكي لينا، منوره. واني مثل ما تحبوني انتم انا احبكم. وراح اظل احبكم واقدم لكم اعمال يعني تليق مستواكم، ذائقتكم الفنيه الجميله يعني اللي تحبوها انتم. وياكم المايك. اوكي يا لينا حياتي، نتمنى لك ان شاء الله كل الخير يا رب. عزيزتي تسلمين. اوكي يا لينا، مشكوره على الاتصال. سيمور يعني طبعا محبينك بكل العالم العربي، وصولا الى امريكا، وصولا الى استراليا، عمان، السعوديه، بروكسل، اوروبا، يعني كله وين ما نكون عم نشوف في جيش سيموري. الاحياء بدات باحياء حفلات غنائيه؟ يعني بعد البرنامج ما سويت اي حفله اوكي لحد الان. اكو يعني عندي دعوات حفلات يعني من الخارج، من امريكا، من كندا، من استراليا، من كل الدول تقريبا، من الوطن العربي ايضا. بس بعدني ما حددت يعني ما قررت منو اختار يعني صراحه، بس ان شاء الله راح احدد عن قريب
تعطينا ايمتى الديتس والتواريخ كلها للفانز يعرفوا، يعني انت بس اكتبها على تويتر بيمشي الحال. تويتر والفيسبوك كلها راح يعني انزل المعلومات. انا بس اريد اوضح شغله للمشاهدين وللناس اللي يتابعوني دائما، انه اي حفله تصير الي لازم ينتبهون على الصفحه الرئيسيه مالتي، الصفحه الرسميه، لانه اي خبر راح ينزل عني من ناحيه الحفلات وهاي الاشياء راح انزلها على الصفحه، لا يتاكدوا. يعني اكو دول بدها تطلع بها انه على اساس سيمور جاي وراح يعمل حفله هنا. صار في غلط، يستغلون يعني الاسم يعني. اوكي يستغلوا. فاني اللي حبيت بس اوضحه انه اي شيء راح تعرفوه عن سيمور راح تعرفوه من خلال الصفحه الرسميه من البيج تبعها اللي هي facebook.com/سيمور جلال SIMOR جلال. اوكي. سيمور، انت حاليا مقيم بلبنان، يعني انطلاقتك راح تكون من عنا من لبنان. لبنان ان شاء الله. ليش اخترت لبنان؟ وهل ثاقبت لهلا يعني بفتره هالتحضيرات من وقت ذا فويس لهلا اجتمعت بشعراء وملحنين ولا انت بس حابب تلحن؟ شوفي لبنان يعني بالنسبه لوقتنا الحاضر هي منبع الفن، صارت منبع الاعلام. لبنان معروفة من زمان أنه هي البلد اللي يدعم الفنان، اللي يدعمه من الناحية الإعلامية، من ناحية الموسيقى كل الأنواع، يعني من ناحية الملحنين الكبار موجودين، الشعراء الكبار. هي بكل بلد طبعا، كل بلد عربي اكو شعراء كبار وملحنين، بس لبنان معروفة بالإعلام اللي بالاعلام وبالملحنين وبالشعراء وبالموزعين وبالتسجيل وبالاستديوهات، بكل شيء. يعني لبنان هي وبالفيديو كليب والتصوير يعني واللوكيشن. طبعا يعني لبنان هي الفنان انا بنظري. اوكي. يعني الفنان لبنان، مصر، دبي، هاي الدول اللي فيها حركة إعلامية قوية. معنا اتصال من نور من هولندا. مرحبا نور. مرحبا، كيفك؟ الحمد لله، انتم كيفكم؟ والله نحن كثير منيح يا نور. شو اخبارك؟ كيف الاجواء عندك بهولندا؟ الحمد لله زينه. اقدر اتكلم ويا سيمور؟ طبعا زينه، تفضلي. نحن ما بينهم فينا، بينهم فيك يا سيمور. مرحبا سيمور. مرحبا، اهلا بيك. شلونك؟ هلا فيك. هلا بيك، الحمد لله. شلونك عيني؟ طبعا تحيه كبيره من جيش السيموري. طبعا وصوني كلهم. الله يخليك. وطبعا انا ما دا اشوف البرنامج لانه احنا باوروبا ما عندنا هاي القناه. نعم. بس اكيد منور الشاشه. الله يخليك، تسلمين. وهذا بما انه انت اتصلتي فتنورنا. طبعا نورنا كثير وكثرنا. تسلم. الله يخليك. ردت اسال شنو اخبار الاغنيه الجديده؟ تقدر تسمعنا شويه مقطع يمكن منها؟ أنا راح أخليها مفاجأة، ما راح أسمع لكم ولا مقطع منها حتى تنزل. يحب المفاجآت. يحب المفاجآت. اسمعوها بالمفاجأة الحلوة لما تنزل إن شاء الله. كاملة يعني. الكل طبعا الكل دا ينتظر، كلنا منتظرين، وأكيد راح تكون أغنية روعة. إن شاء الله راح تحبوها، إن شاء الله هي أغنية راح تحبوها، يعني متأكد أنا. إن شاء الله أكيد. إن شاء الله تحبوها. إحنا طبعا فخورين بيك وكل العراق فخور بيك. تسلمين. ودا ننتظرك إن شاء الله تجينا لهولندا، لازم تجينا. راح أجي لهولندا وكل الدول أجي إن شاء الله أزوركم. إن شاء الله إن شاء الله. الله يوفقك. بس تحملوني شوية، يعني اصبروا عليها شوية. وأجيكم. أكيد. شكرا على اتصالك، مشكورة على الاتصال يا نور. يعني فعلا عندك جيش سيموري. الله يخلي لي اياهم. الله يخليهم يعني. ويكترون ويزيدهم. والله تحياتي مو بس للجيش السيموري، لكل الناس اللي يشوفونا ولكل الناس اللي سمعوني بالبرنامج يعني بذا فويس وحبوني، وحتى اللي ما حبوني تحياتي لهم. كلهم بحبوك سيمور، ما تعتل هم. الله يخليك. طيب سيمور، بدنا نسمع منك شيء وننهي الحلقة معها لأنه للأسف خلص وقتنا. نحن بدنا نشكرك، أنا بدي أشكرك لأنه شرفتنا واستمتعنا بالأغاني اللي غنيت لنا إياها وتعرفنا عليك أكثر ودردشنا. إن شاء الله ما يكون خلخالك ثقيل على الطريقة العراقية مثل ما أنتم بتقولوا، وترجع تشرفنا بإذن الله. تسلمي لي، الشرف إلي طبعا. أشكركم على هالاستضافة الحلوة، أشكر قناة اليوم. صراحة سعيد جدا أني قعدت وياكم وسويتوا لقاء وياي،
وإن شاء الله دائما راح ألتقيكم ببرامج ثانية وبلقاءات ثانية. طبعا يعني حتكون ضيف دائما موجود معنا بعيون بيروت، وطبعا الصيف حافل راح يكون عندك بالحفلات والنشاطات والأغنية الجديدة. إن شاء الله راح تسمعون أشياء جديدة وأعمال جديدة، والأخبار راح إن شاء الله نقلوها من خلال قناتكم الجميلة. طبعا أكيد. بدنا نسمع منك أغنية على ذوقك هيك ختامها مسك، تكون بأي لهجة بدك تغني لنا؟ هغني لكم محمد عبد الوهاب. اوكي مصرية، بس راح أغني على البيانو. ايه أهلا وسهلا، يلا كلنا سمع. نحن بنودعكم مشاهدينا على امل اكيد تكونوا مضيتوا معنا 3 ساعات، تكونوا استمتعتوا كمان مثل ما نحن استمتعنا بوجود ضيوفنا. حلقه جديده بتجمعنا سوا بكره باذن الله، ما لكم الا تلاقونا. يا مسافر وحدك، يا مسافر وحدك وفايتني، لتبعد عني، لتبعد عني وتشغلني. ودعني من غير ما تسلم، وكفى قلبي أنا مسلم. ودعني من غير ما تسلم، وكفى قلبي أنا مسلم. ده عينيا دموعها، دموعها بتتكلم. ده عينيا دموعها، دموعها بتتكلم. يا مسافر وحدك وفايتني، لتبعد عني، لتبعد عني وتشغل